بما ان صوت الكابتن بهاء عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مره تانية. مساء الخير. ليه المحللين نصابين؟ وانا جاي اجاوب على السؤال ده اكتشفت ان الموضوع اعمق واكبر من كده بكتير، فتعالوا كده ناخد الموضوع من الاول خالص. ايه رايكم في البدله؟ لزوم اني هبقى محلل بقى وكده. زمان في الثلاثينات في انجلترا بدأنا النصب من اولها يا كابتن بهاء. الثلاثينات ايه دي اللي فيها استوديو تحليلي؟ ملحوظه كويسه منك بس هدى عليا شويه، احنا لسه مطولين لان ما كانش فيه تلفزيون في الثلاثينات زي ما الاخ ده قال، فهي بدأت من الجرايد. كانت عباره عن منشط كبير كده بيقول لك انجلترا فازت على المانيا، فقالوا لا احنا عايزين نزود سطور عشان نزود اعلانات، فقال له خلاص احنا هنكتب المانيا فازت على انجلترا ومين جاب الاهداف وعلى ملعب ايه والحضور الجماهيري، وبالتالي الاعلانات زادت، وكل ما بتحشي وتزود سطور كل ما بتزود الاعلانات، لحد ما في الستينات على محطه البي بي سي تم عمل اول برنامج تحليلي في العالم وكان اسمه ماتش اوف ذا داي، وكان بيتكلم عن الكوره بشكل مش مفصل قوي، يعني يقول لك مين جاب الاهداف، مين بيلعب حلو، مين بيلعب وحش. كان الموضوع مقتصر كله على الاعلاميين. نفكنا من الناس بتاعت بره دي ونيجي للمصريين لانهم قلبوا موازين الموضوع. في مصر في الاول الموضوع كان بسيط ومقتصر على كلمتين مع اللعيبه بعد الماتش، والله كنا نقدر نكسب، الماتش هرب مننا، الحكم ظلمنا، وسلام عليكم وشطبنا. الجمهور العظيم بعد المكسب العظيم اللي حققتوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر الا من عند الله، اقول الحمد والشكر لله رب العالمين، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. شويه شويه المعلقين اتحولوا لمحللين، بس مش بالمعنى، وكانوا جايين عشان يخففوا على الناس ويفسوا دماغهم. يعني تعالوا مثلا نشوف اللقطه دي. ده مهاجم اسمه بدر ما عرفش يستلم الكوره فقلشت منه وراحت للحارس بتاع الفرقه اللي ضده بسهوله. بصوا هنا المعلق هيقول له ايه؟ بدر حامد يا ولد، وعلى طول يخطفها ويرجعها ورا بوش رجله الخارجي. يا سلام يا واد يا بدر، لعيب والله، نبي لعيب. الله 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 الله، هم عاوزين يبوظوا الماتش يا عبطه. يمكن بوز جزمه كده ببز الرجل. كان المعلقين عندها تلقائيه كده وتحسهم بيور. بصوا هنا المعلقين اليومين دول عشان يقول افيه زي ده بصوا بيحزق له ازاي. ان تذهب للامتحان وانت غير دارس افضل من ان ينفرد بك ناصر وانت حارس. هو في ايه؟ مين اللي كاتب لك القافيه دي؟ الجارد الشرس. الناس زمان من الاخر كان شعارها احنا جايين نفك على نفسنا وعلى المشاهدين. عاوز اسعد الجمهور، اسعد المستمعين. بتشوف ظاهره الاستوديوهات التحليليه دي عامله ازاي؟ الضيف نفسه لازم يكون خفيف الظل شويه يعني. هو هنا قال ضيف عشان مسمي المحلل ضيف، عشان هو يعني ضيف عند الناس في بيوتها. بصوا ذوق الناس بتاعت زمان. اول استوديو تحليلي في مصر عمله الاعلامي حسام عرفات وسماه استاد النيل، ايوه اللي كان بيجي على نايل سبورت، وقال لك هنعمل استوديو كده عشان نحكي الناس بتاعت بره ويبقى مدته بعد الماتش تلت ساعه. الموضوع لحد دلوقتي طبيعي، وفجاه حصل الانفجار الاعظم وهي سهرات مودرن سبورت. مدحت شلبي وصحبته الكريمه بقعده دمها خفيف وتحس الناس دي قاعده معاك على القهوه. حتى لما كانوا بيغلطوا وده كان بيحصل كتير جدا كانوا بيهزروا عشان يداروا على الموضوع ده، زي محمود بكر هنا لما ادوا له ورقه غلط وقالوا له اقرا نتائج الممتاز به. النتائج لكن ما ظلمتني يا كابتن. لا النتائج النهارده فوق الجدول، فوق الجدول. طب بص فوق الجدول، فوق الجدول. ايوه بص كده، ده في شريف اكرامي. لا لا لا, لا. الناس في مودرن كانوا شايلين التكليف، تحسهم ناس قاعده معاك على القهوه، هم لابسين بدل بس هتحسهم صحابه، وانت لما بتقعد مع ناس دمها خفيف طبيعي بتبقى عايز تواكب ده. هنا الكابتن ايمن يونس ناس كتير دلوقتي مش حباه، لكن هنا الكابتن ايمن يونس هتلاقيه مع مدحت شلبي عايز يسند الافيه بعد ما كانوا بيعملوا زي مقلب كده في مجدي عبد الغني. وعارف لو لعب معايا كابتن مجدي، لو لعب تحتيه شريف عبد الله كان فرق جامد جدا عمرو. كان فرق ايه تمام. مين شريف عبد الله؟ شريف عبد الله مين؟ مين شريف الا انت بتقول اي حاجه. مين شريف عبد الله؟ شريف عبد الله مساء الانوار يا شريف. شريف عبد ده الله اللي كسب معانا النهارده يا فاداره القناه لقت الاقبال زايد، فتعاملوا مع الاقبال ده ازاي؟ قال لك مدحت شلبي لو بيطلع 3 مرات في الاسبوع خليهم 6، ولو بيطلع 3 ساعات خليهم 7، المهم نزود اعلانات. الموضوع بوخ وباظ وظهر اكتر من استوديو بيقعدوا بالساعات، بس انا مش هقبلهم، انا هبلع مدحت شلبي وبس. وراحت مودرن سبورت واتقفلت، الصحبه الكريمه بتاعت مدحت شلبي اتفرقت، كل واحد راح قناه، ومن بعدها الموضوع تحول لناس حرفيا لابسين بدل بس مش شايلين التكليف، ناس كده شبه الموظفين بتاعت الكول سنتر حافظين هم هيقولوا ايه من قبل ما الماتش ما يبدا. فتعالوا كده اوريكم الاعلام المصري وصل لايه. انا مش محتاج اقول لكم ان مصر ما فيهاش كوره وانهم مجرد 22 لعيب بيجروا ورا الكوره وخلاص، الكلام ده كله انتوا عارفينه ومش غريب. الغريب بقى الناس اللي بتقعد تحلل في الماتشات دي وبتطلع مصطلحات مالهاش اي علاقه بالنتيجه، لا وبيقعدوا فوق ال8 وال7 ساعات بيتكلموا في ايه مش فاهم. برنامج كوره ساعه ونص الماتش 16 ساعه تحليل. يعني عندنا ماتش من اهم المواجهات الكرويه في التاريخ بين مصر المقاصه والجونه، الماتش خلص 0-0 ومش محتاج اقول لك الماتش ده كان ممل قد ايه. تخيل بقى ان مده الاستوديو التحليلي على ماتش زي ده ساعه ونص كامله، ساعه ونص بتقولوا فيها ايه يا جدعان؟ لقاء مهم، صاحب المركز الخامس مع صاحب المركز ال12. هنا الزمالك متعادل 1-1 وماتش برضه ممل. بص هيقول لك ايه، الزمالك عمل مباراه كبيره. امال المباراه الصغيره طيب عامله ازاي لما دي كبيره؟ تحسهم بيحللوا البوندس ليجا. وعلى سيره البوندس ليجا قناه بين سبورت مش بتحلل ماتشات الدوري الالماني بس، احنا بنحلل مصر المقاصه والجونه. وليه مصر المقاصه والجونه؟ تعال اوريك الادنى منها، دي مباراه بين النصر التعدين والشرقيه في دور ال32 في كاس مصر. هل ده ماتش باهميه ان تعمل له استوديو تحليلي؟ تخيل يا مؤمن ان معمول له استوديو تحليلي مدته 2.5 ساعات. فالفضول شدني وقال لي يا ده كابتن بهاء ما تبص كده بيقولوا ايه. طب قلت انا قبل ما
ببص على الاستوديو التحليلي هبص على الماتش لانه اكيد ماتش فاضي، وفعلا قد كان ماتش من اقذر الماتشات الكرويه اللي شفتها في حياتي. ماتش خلصان 1-0 في الدقيقه 118 في الشوط الاضافي الثاني. بصوا الهدف اللي دخل اصلا هدف كوميدي، عرضيه مرفوعه وخلاص، فالحارس طلع طالعا بتوع الشناوي سايب نص الجون فاضي، فالمهاجم ما نشنهاش، لا حطها في رجول المدافعين، فالمدافعين خبطوا في بعض ودخلت. هدف عبثي درجه اولى. شفتوا الهدف اللي انا وريته لكم ده؟ بصوا كابتن جمال عبد الحميد هيقول لي على الهدف ده. في تكتيك مهم في تكتيك جدا. في تحرك وكده. التكتيك بتاعه بص يعني اتعمل، لو جبناه تك تك بسرعه وصل لجول في ثانيه. يا راجل ماشي، هقول ايه؟ معاك حق والله يا جماعه، اكاد اجزم ان هم حافظين هيقولوا ايه من قبل ما الماتش ما يبدا، وده مش كلامي، ده كلام ميدو اللي اصلا كان محلل. انه يطلب الكره، بيطلب الكره، اعطيني الكره، واللعيبه عندها ثقه في كبيره جدا ان هم بيدوا له الكره. بصوا ميدو قال ايه؟ 95% من الناس اللي بتحلل في الشرق الاوسط كله بيستنوا الاول يشوفوا نتيجه الماتش ويرتبوا كلامهم على حسب النتيجه. المراسلين في مصر ربنا صرف لهم عدم قبول غير طبيعي، وعندهم كم من الاسئله السطحيه والغبيه تخليك تقول هو ده بيشتغل ليه اصلا. انا هوريكم دلوقتي المراسلين في مصر بيعملوا ايه. تعالوا نتخيل ان ده الاستوديو التحليلي وانا المذيع واللاعب والمراسل والمحلل وكله. بصوا كده، طبعا الفريق لعب بخطه انتش واجري، واعتمدوا على الهاف سبيس في تضييق المساحات الهجوميه الاماميه لخط الاستواء الهجومي. معلش يا كابتن هقطعك عشان نروح بسرعه لمراسلنا فرج ابو دم تقيل. اتفضل يا فرج، اسال اغبى سؤال في الدنيا. مساء الخير يا كابتن، تحياتي ليك ولكل ضيوفك النصابين في الاستوديو. النهارده معايا الكابتن المدير الفني اللي ما بيفهمش في الكوره بس هم معينينه بالحب كده، الكابتن وائل. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا فرج، واهلا بكل ضيوف الاستوديو النصابين. كابتن كلمنا عن شعورك النهارده وانت خسران 3-0. بصراحه انت عارف ان اي بني ادم بيحب يتغلب، فانا سعيد ومبسوط وعامل عزومه كده بمناسبه الخساره دي. تعال اتفضل معانا. ده كان كلام الكابتن وائل النهارده بعد خسارته المذله عشان هو مدرب فاشل. اتفضل معك المايك. موضوع الاسئله الغبيه ما صابش اللاعبين بس، ده كمان دخل على الممثلين. بصوا هنا الزعيم. في سؤال تحب توجهه لكابتن احمد شوبير تقول له ايه؟ نعم يا حبيبي، انت عايز مني ايه بالظبط؟ حتى الاجانب قرفوا من الاسئله الغبيه. تعالوا نشوف كده فيريرا. السؤال بقى فين؟ كل هذا التقدير يشعروا بالاستمرار مع نادي الزمالك في الموسم القادم بعد ما مدد عقده لمده شهر؟ كيف هو سوبر كونترات بروفيسور بعد اخر الدوري بون رمضان برتوتش ورمضان كريم للكل. اللي هو يلا انا مش فاهم حاجه، رمضان كريم. المراسل ده ليه لقطه اشهر، كان بيتكلم على مهيب عبد الهادي. تعالوا اوريكم. هنا هيحط المايك من قدام مهيب، فمهيب قال لك كلاحه بكلاحه وفضل يداري على الواد المراسل ده بكتفه كده وبضهره، فهو طلع اكلح من مهيب وراح لف من قدامه ومغطي على كادر الكاميرا كله. المراسل ده استفز مهيب لدرجه ان مهيب مد ايده عليه في الاخر. كلهم يا جماعه، كلهم لعيبه رائعين. طبعا مشهد عبثي ما بنشوفوش غير في مصر بس. رباعيه الاهلي في السيراميكا بتعجل الاحتفالات ما بين لعيبه الاهلي وما بين جمهور الاهلي بعد نهايه المباراه في اجواء ناريه في ملعب استاد القاهره. احمد جعفر ليه تحافظ على نتيجه اكتر واكتر؟ انا حر يعني. المشكله فين بقى؟ لو وقعت مع واحد خلقه ضيق زي حسام البدري، والله هيكرهك في الشغلانه اصلا. اي كلام، العقد اتجدد، تجديد عادي ايه؟ لا خلاص احنا بس بنطمن الموضوع خلاص. لا مش اسئله، ما يبقى انت مش متابع، يبقى تقصير منك انت. احنا متابعين طبعا يا كابتن. انا ما بحبش يبقى في اسئله فيها تكرار وبس. تمام. يعني يبقى في موضوع بتخلص وبنقعد نكرر فيها، فدي بتضايق. المعلومه مؤكده خلاص ان العقد اتجدد مع النادي الاهلي. الحلقه الجايه برضه، المره الجايه برضه تسالني العقد اخباره ايه. ماشي يا كابتن حسن، اشكرك شكرا جزيلا. خلينا نقول ان 75% من لعيبه الكوره في مصر غير متعلمين او مؤهلاتهم ضعيفه، فلما بيعتزل اكيد مش هيقدم على منحه في كامبريدج، فبالتالي قدامه 4 طرق شبه محفوظين. يا اما يروح يشتغل في الاعمال الاداريه، يبقى مدير قطاع الناشئين مثلا ويبوظ اهم مرحله سنيه في النادي، او مدير رياضي او مدير كوره او مدير هيئه السكه الحديد في النادي. احنا هنخترع له وظيفه كده عشان نعينه، هو صاحبنا. معلش يا كابتن بهاء، انا ما عنديش واسطه في الاداره تشغلني، اعمل ايه؟ سهل يا حبيبي، روح افتح اكاديميه. وعلى فكره انا شرحت ده في فيديو تفصيلي، روح اديها بص عليه بعد ما تخلص الفيديو ده. طب يا كابتن بهاء انا كنت لعيب كبير، يعني فلوس الاكاديميات دي بالنسبه لي فكه. ايه رايك تشتغل مدير فني؟ يا كابتن بهاء انت سيد العارفين المدير الفني بيتبهدل ازاي في مصر، وافضل اتنقل بين الانديه طول السنه ولا كاني اتوبيس 304. انت عايز استقرار يعني؟ خلاص روح اشتغل محلل في التلفزيون. هو تمام بس في مشكله. ايه تاني؟ اصل انا ما بفهمش في التكتيكات والخطط والحاجات دي. يا عم يعني هو الموجودين بيفهموا، يلا توكل على الله. اللاعب اللي بيظهر لك على هيئه مذيع ده مش بس ما بيفهمش في الكوره، ده هو اصلا مش عارف يتكلم. تهتها. في البدايه لابد ان احنا نقدم التهنئه الحاره جدا لاخواتنا المسيحيين بمناسبه عيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد القيامة المجيد. تفتفى. عفوا تمام والله الحمد لله. تمام. انت لسه عريس جديد مش كده؟ من 3 شهور كده. 3 شهور كده. اتجوزت من 3 شهور. الحمد لله لحقت نفسي. عندك اولاد؟ تسأله
بتقول له اتجوزت؟ قال لك اه. ده محمد صبحي. قال لك قد ايه؟ قال لك 3 شهور. 3 شهور. قلت له عندك عيال؟ هو فاكره ارنب؟ يا جماعه الاعلامي مش تحليل بس، الاعلامي لازم يكون عنده كاريزما، تون صوت يشدك، لباقه في الكلام، حضور على الشاشه زي الكابتن بهاء كده. يعني لو سالت اي حد ليه في الكوره ايه السبت الممتاز بالنسبه لك، هيقول لك مقدمه محمد سعدون الكواري معلقه كده مع الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي بي إن سبورتس، مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لأهم وأبرز مباريات الدوريات الأوروبية. اكبر مشكله هتقابلك لو اللعيب المعتزل ده عنده تاريخ في الملعب. ملوش حل ملوش حل ملوش حل. تشيلسي نجوم فرقه المليار. تيجي بقى ما يعجبكش رايه ولا تكون مش متفق مع رايه، يقول لك ايش اخرس، انت مش عاجبك راي الكابتن محمد ابو فرج، ده عنده 2 دوري ابطال، انت ما بتفهمش حاجه. بنشوف واحد لابس بدله وكرافته بس مش عارف يتكلم، محتاج يطلع لسانه من بقه ويخبطه كده. الاستوديو اللي مدته 6 و7 ساعات ده احنا ما بقيناش عارفين نقول فيه ايه، فتعالوا نحشي، يلا نعمل فقره اسمها الحالات التحكيميه ونحلل فيها على كيفنا. يعني لو هي ضربه جزاء بس في جمهور ممكن يزعل مننا، خلاص زاويه الكاميرا مش واضحه ولا كأننا شفنا حاجه. طب احنا عايزين نحشي تاني، تعالى يا باشا نعمل فقره تحليل ما قبل المباراه ويبقى مدتها 3 ساعات ولا حاجه، والكلام في الفقره دي محفوظ اصلا مش هنتعب. النهارده ماتش مهم، لازم اللعيبه تركز، الخساره هتزعل الجماهير على اساس ان في جماهير بتفرح. يعني انت متخيل من كتر الحشو عملوا استوديو تحليلي لكره القدم النسائيه في مصر؟ يعني احنا بنهاتي ان الرجاله اصلا مش عارفه تلعب، انت رايح تحلل الكره النسائيه وجايبين 2 ستات يحللوا، وهتقولوا ايه بقى يا ترى؟ علياء مش حابه تباصي لنرمين عشان نرمين خدت الكونسيلر بتاعها، وحسناء النهارده اداها مش افضل حاجه عشان نسيت البلاشر. يا حسرة قلبي عليك، كنت فاكرك سبع طلعت قطه، لوك 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 وفعل ما فيش. من الاخر دي برامج مقالب بس انت اللي بيضحك عليك فيها. لو حد سالني ايه حبيبك في الكوره هقول له كابتن حماده امام عن طريق برنامج اسمه اهداف الاسبوع مع الثعلب. البرنامج ده يا جماعه كان بيجي يوم الخميس الساعه 2 الظهر، كنت برجع جري من المدرسه لان وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا، فكان البرنامج ده الشباك اللي كنا بنشوف بيه الاهداف حوالين العالم، ومفيش بقى ماكير ومونتاج ومش عارف ايه، لكن كان فيه محتوى. دلوقتي بقى فيه بدل وفيه تكاليف وصرف وديكورات واضاءات بس المحتوى من جوه فاضي. كابتن حماده اسلوبه كان ممتع جدا، كان بيخليك مستمتع وانت بتتابع وبتسمعه، برغم ان اخر مره شفته كانت في 2012 الا اني فاكر جمل الثعلب لحد دلوقتي لما كان يقول لك كره خطره وكره بالعرض خطره جوه الجول يا ثانيه يلعبها خطره وهوبا وهوبا. وكان دايما يحذرنا من القادمون من الخلف للامام. والدوري البرازيلي كان مسميه دوري الغمزه واللمزه. كابتن حماده امام كان راجل عاقل يا جماعه، كان محايد جدا في حته الاهلي والزمالك دي، لا كان بيجي على الزمالك عشان الناس تقول عليه اصل هو كده محايد وبيفهم وياخد لقطه، ولا كان بيجي على الاهلي عشان يتقال عليه بتاع قصف جبهات ويطلع ترند زي حبايبنا بتوع اليومين دول. معلش النهارده يعني انا اسف جدا، طبعا الواحد فرحان للنادي، طبعا الواحد لما بيسمع الحاجات دي بيتاثر جدا. بتلعب في انهي مركز؟ مركز سافولتا. فين؟ مركز سافولتا. انا مش سامعك. سافولتا. يعني وتعرف تشوف صوتك كده زيه؟ طيب عموما بنشكرك جدا. الله يرحمك يا كابتن حماد. يا سلام على النوستالجيا يا كابتن بهاء، عيطتني والله. انا بحكي لك القصه دي ليه؟ إن عشان اقول لك ان عادي جدا تكون لاعب سابق بس تكون مذيع لابق وعندك قبول والناس حباك، مش تتفرض علينا عافيه عشان انت لسه معتزل امبارح ومش لاقي شغل. وعلى ذكر مذيعين زمان لازم نتكلم عن اكتر واحد كان فاهم الدنيا صح وعارف ان مصر ما فيهاش كوره، وهو الكابتن محمود بكر. تخيلوا ان انا كنت بتفرج على ماتشات الدوري المصري الممل ده لمجرد ان انا اسمع افيهات محمود بكر بس. يعني هنا مثلا عبد العزيز توفيق عمل فاول عشان يعطل هجمه، لو مذيع من بتوع اليومين دول هيقول لك بقى مصطلحات فخمه كده ويقول لك ايه فاول تكتيكي، انما محمود بكر بقى هيقول لك ايه؟ عبد العزيز توفيق ساعات بيعمل فاولات كده فلاحي، لو دخل في فريقك هدف ما تتضايقش، عادي بتحصل في احسن العائلات. ودخلت وايه بتخش في احسن العائلات، بتحصل في احسن العائلات اهو. تعرفوا ان الله يرحمه كان عنده نظره في الشناوي زمان؟ والله تعالى اوريكم كده. في حد يعمل كده؟ طالع بيعمل ايه ده؟ بص طويل على الفاضي يا جماعه. كان عارف ان ماتشات الدوري والله ممله، فكان دايما كارف لها ومش مهتم لها خالص. عامل زي بتوع رفع الاثقال، رفعه صحيحه زي ما بيقولوا. يا عماد سليمان مقبوض عليه ولا ايه؟ مين اللي ماشي وراه ده؟ هم عاوزين يطلعوا في الكادر. وطبعا مخرجنا المتالق برجاوي. يا ريت احمد برجاوي يبعت لي حد عشان الصوره مضلمه عندي. اهو جه اهو. يا برجاوي الموتور فصل، يا برجاوي الصوت فصل، فالناس فاكره ان برجاوي ده معاه شنطه فيها عده وداخل يصلح ويعمل والكلام ده. فانا بالنسبه لي الناس ما وصلتهمش ان دي كانت علاقه طيبه وعلاقه حميميه بينه وبين كابتن بكر الله يرحمه. الله يرحمك يا كابتن محمود. من كام سنه طلع علينا رضا عبد العال واتشهر بسرعه الصاروخ. تفتكروا ليه؟ عشان دمه خفيف؟ ده اكيد، بس في سبب اهم ما حدش كان واخد باله منه، وهو انه مش شبههم. الكره في مصر تدار بالواسطه. ما طلعش يقول لك الهاف سبيس والزون 14 ولا طلع جامل زي اللي قال لك الهدف فيه تكتيك. الدوري المصري بطيخ. في عز ما كان كل الاعلام بيقول لك هنكسب روسيا ونتعادل مع الاوروجواي وكده كده ماتش السعوديه في الجيب، رضا طلع وقال لك والله ما هنصعد، وكان صادق. احنا هنعدي الدور الاولاني في كاس العالم. طيب وانا بقول لك ان احنا هنبقى حصاله. هات
الناس حبته وبقى ترند والمشاهدات ولعت، بس هل القنوات سابته؟ طبعا لا. يلا باشا هات زود واحلبه. كروش هيخرج من الدور الاول، الزمالك هيخسر السوبر الافريقي، وفي الاخر بيحصل عكس كلام رضا، وكده رضا بقى زيهم وبقى مكرر. دلوقتي لما تشوف رضا عبد العال في التلفزيون تقول رضا عبد العال اكيد هيزعق وهيصدعنا وهيقول نفس الكلام وهيقعد يشتم في الكل. ايه اللي بيعمل؟ بصراحة أنا مش عارف الفيديو ده هيوصل لمين ولا أنا مين ممكن يسمع صوتي، بس لو حد من إدارة القنوات بيتفرج ارحمونا. مش كل ماتش لازم يبقى ليه استوديو تحليلي 6 ساعات، ومش لازم كل ما لاعب يعتزل نجيبه تاني يوم ونخليه مذيع. هي مش فرض، هو مش قرآن. في ناس دارسة إعلام، في صحفيين محترمين، ادوهم فرصتهم، طلعوا وجوه جديدة. والمحللين نفسهم الموجودين حاليا خدوا بريك مع نفسكم، اسمعوا نفسكم بتقولوا إيه، بلاش نصب. أصل مصطلحاتكم حفظناها وقرفنا منها، والناس مش غبية، الناس بس زهقت منكم. أنا حابب أعرف رأيك بقى، هل أنت شايف نفس المشاكل دي ولا شايف مشاكل تانية أنا أصلا ما جبت سيرتها في الإعلام الرياضي في مصر؟ كالعادة هزعل جدا لو نسيت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وعندي انستجرام يا ريت تعمل لي عليه فولو.